النهاردة أنا جاية أعترف لكم اعتراف بسيط بقصة أنا مريت بيها. من كام سنة كنت أنا بشتغل في المكان ده المفروض إن احنا بنستقبل فيه ناس. المهم إن كان جه شخص مشهور جدا، والشخصية دي أنا كنت بحبها جدا جدا جدا، وكانت بالنسبة لي كده حاجة شخصية محترمة مثقفة وحاجات كتير أوي. المهم إن هي لما جت كل الأفكار دي اتهدمت لما لقيتها عملت موقف مش حلو مع بنوتة صغيرة بتشتغل كير سيرفيس، يعني عمالة نظافة. وانا من ساعتها ما صدقتش ازاي تعمل الموقف البشع ده مع البنت الغلبانه دي. وانا كان كل ما حد بيجيب سيره الشخصيه المشهوره دي من بعدها بقيت لا يا جماعه انا مش عايزه اسمع سيرتها، محدش يحكي عنها. وكنت لا واحكي للناس ازاي تعمل موقف زي ده، وكنت متضايقه جدا. المهم ان انا استمريت على الموقف ده لسنين، يعني انا حرفيا قعدت فيه سنين لحد ما من فتره قريبه شفت لها انترفيو كانت بتتكلم على قد ايه هي مرت بفترة صعبة جدا جدا في حياتها، وهي بتحكي دموعها فضلت تنزل، وقالت كلام كتير قوي يبين قد ايه هي مرت بصدمات كتيرة قوي، وناس كتيرة قوي وجعتها، وناس كتيرة قوي خدعتها، وان هي شخصيتها اتغيرت 180 درجة في السنين اللي فاتت في حياتها. بعد ما شفت الانترفيو دي انا حسيت اللي هو ايه ده، هو انت بجد يا نرمين واخده من حياتك ومن سنينك عمر ان انت الشخصيه دي كل ما بتتجاب فعلا. انا مشكله ان انا لما بتضايق من حد او بقفل من حد ما بقدرش ان انا اشيل الضيقه دي من جوايا بسهوله خالص. ففكرت كده وقلت هو بجد انت شايله السنين اللي فاتت دي كلها النظره دي للشخص دي، وهي اصلا كويسة. يعني هي وارد جدا تكون عملت موقف مش كويس، موقف وحش جدا، بس وارد تكون جدا بعدها هي ندمت، او وارد ان هي من بعدها اتغيرت وهي مش الشخصية اللي انتي واخدة عنها الفكرة دي. قيس على ده مواقف كتيرة قوي بقى بنعملها في حياتنا على ناس قريبة مننا، مش مجرد ناس عشوائية احنا بنشوفها. قيس على ده ان احنا اوقات كتيرة قوي موقف صغير يحصل قدامنا نقول لا احنا مش عايزين نعرف الشخص ده تاني، او الشخص ده وحش، والشخص ده شخصيته فيها واحد اتنين تلاتة انا مش عايزة اقرب منه. ونبدأ في الحكم الكبير ده، بالرغم ان احنا ممكن نعمل ابديت ليه، نقدر ان احنا نحدث تفكيرنا من ناحيته على حسب المواقف اللي هنعيشها قدامنا. الموقف ده علمني ان انا اولا ان انت تاخد جواك فكرة ضيقة من حد، او ان انت متبقاش حابب الشخص ده، ده بيكون مشايلك انت حمل على فكرة اكتر ما مشايل الشخص التاني. الشخص التاني اصلا مش دريان بحاجة زي كده، هو انت من جواك اصلا بيبقى واخد مساحة من حاجات حلوة ممكن تحسها. لان احنا عبارة عن جوانا مساحات كويسة ومساحات وحشة، او مساحات فيها حب ومساحات فيها ضيقة ونفور من حاجة معينة. فده كان واخد مساحة جوايا من احساس معين حلو انا كان ممكن احسه. ركزت ان هي مش مستاهلة خالص. طيب افرض انا اخدت فكرة عن حد، او انا شايلة من حد بسبب بقى مواقف كتيرة قوي هو عملها فيا وانا مش قادرة اتخطى حاجة زي كده. اول حاجة وهي ان انت استعوض ربنا في الالم او الضيقة او الوجع اللي الشخص سببهولك. يعني لو فعلا الحاجات اللي كانت حصلت من الشخص دي حاجات مسببة وهو قاصد، وهي مش حاجة مجرد عدت وهو غصب عنه، او موقف عدى كده بسيط وغصب عنه، لا. لو انت اتأكدت ان هي مواقف كتيرة قوي، استعوض ربنا وقول يا رب انا عوضي عليك. دي كبيرة قوي عند ربنا، صدقني بيعوضك وبيشيل كل الضيقة اللي جواك دي، وبيبدلها بحاجة كويسة، بيبدلها بعوض ليك، بيبدلها براحة مختلفة، بيبدلها بحاجات تانية كتيرة قوي. تاني حاجة على قد ما تقدر ان انت الشخص اللي انت خلاص بقى اتضايقت منه او اتوجعت منه ما تبقاش دايما بتتجمع بيه في نفس الاماكن، حتى لو في اماكن مشتركة غصب عنك على قد ما تقدر حاول ان انت تجنبه. لان انت كل ما بتشوف الشخص ده، او كل ما انت اصلا بتفكر نفسك بالشخص ده، اوتوماتيك احنا مخنا بيخلينا نفتكر المواقف الوحشة اللي هو عملها، فبالتالي احنا اللي بنتعب، احنا اللي بنتضايق، واحنا اللي جوانا احساس الضيقة بيزيد اكتر واكتر واكتر، وبيأثر على يومنا وعلى حياتنا، وبنحس ان احنا طاقة الراحة عندنا والانبساط عندنا قل. كلمة اخيرة عايزة اقولها وهي مادام حد ما اذاكش الاذى الواضح الصريح، او مجرد عمل موقف ما كانش موجود بعدها ان هو يبرره، او حاجة بسيطة وعدت، بلاش ان انت تشيل جواك احساس ضيقة او كره او غضب من الشخص اللي قدامك.
غير لما يحصل حاجة تغير لك حاجة زي كده. لو ما حصلش حاجة يبقى ما تشيلش النية الوحشة، او بمعنى اصح عدي الموقف اللي قدامك وقول يمكن، او احسن الظن باللي قدامك وقول يمكن الشخص اللي قدامي ده مش قصده، يمكن هو ندم بعدها. لان صدقني احنا كلنا بنتغير، وانا شخصيا اتعلمت حاجة زي كده، ان فعلا انت لما بتشيل جواك احساس حتى ولو بسيط جدا، حتى لو حاجة عابرة جدا، بس احساس دقيقة بيفضل جواك متخزن وبيتبدل، بدل ما كان حاجة تانية كويسة تفضل جواك. فبلاش نعمل حاجة زي كده في نفسنا قبل ما نعملها في اللي قدامنا، ونحاول على قد ما نقدر نعمل ابديت لبعض دايما، وابديت مستمر، وما نحكمش على الناس بمجرد مواقف بس بتتعمل وخلاص، وندي اعذار. يمكن حتى لو الشخص اللي قدامنا هو فعلا غلطان، ولو اي حد شايف نفس الموقف هيقول ان هو غلطان، بس يمكن ندم بعدها، او يمكن هو مر بحاجات بعدها كفرت له عن الغلطة البسيطة اللي هي عملها دي. اشوفكم يوم تاني ان شاء الله.